مشاهدينا الأعزاء، برحب بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير. الحقيقة بننعي يعني شهيد الواجب الشهيد المستشار هشام بركات اللي استشهد إثر حادث أليم إرهابي كان بالأمس. يعني يد الغدر ويد الإرهاب اللي احنا بنتكلم عنها، اللي لا دين ولا دولة ولا أي شريعة من الشرائع اللي ممكن إنها تقول لنا أو تقول إن ممكن يحدث عملية قتل بهذا الشكل. فاصل ونرجع لحضراتكم. أحب أعرف الجميع وأديكوا نبذة عن حياته، ليا الشرف والد الشهيد اللي أفتخر بإنجازاته. في عز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماتة عرض حياته 1000 مرة للضياع، ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيت اللي اتحرم دلوقتي منه أهل بيته، وعشان آمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. أيوة العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. يلا يا مسلم قوم اتوضى وصلي. فقدنا قامة وقيمة في المجتمع المصري، فقدنا شهيد بطل الحقيقة بقراراته بعد توليه منصبه نائب العام لمصر. شهدنا الكثير من القرارات اللي أثرت الحقيقة في الشعب المصري، وكان مساند للدفاع عن حقوق المصريين وعودة حقوق المصريين مرة أخرى. لكن بنؤكد أن الإرهاب ما زال مستمر في مصر، وما زالت مصر متعرضة وتتعرض لهجمات إرهابية من أجل زعزعة الاستقرار وأمن البلاد، ولكن مصرين في منتهى التحدي وفي منتهى العزم أن احنا نعبر بمصر إن شاء الله لبر الأمان. مشاهدينا اسمحوا لي أرحب بضيوفي اللي مشرفيني النهاردة داخل الاستوديو، لواء دكتور أحمد جاد مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة السابق. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا. دكتور فخري الفقي مساعد مدير تنفيذي سابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد. أهلا بحضرتك يا دكتور فخري. شرفت بيكي. منورنا يا فندم. أهلا وسهلا. سيادة اللواء، يعني خلونا نبدأ دكتور أحمد في البداية، وعايزة يعني أتكلم شوية عن بعض التفاصيل الأمنية، وفرصة أن حضرتك موجود معنا النهاردة أن احنا نوضحها لمشاهدينا، وخاصة أن عديد من التساؤلات. منصب النائب العام من المناصب الهامة، وهو شخصية مسؤولة داخل الدولة، وما حدث في بالذات في واقعة التفجير من كم متفجرات كبيرة، آلية تنفيذ العملية مثيرة الحقيقة العديد من التساؤلات. ربما الناس بتتكلم طب حجم متفجرات زي ده دخل منطقة سكنية لم يلاحظها لا مواطن ولا المسؤولين عن تأمين النائب العام داخل المنطقة، ازاي يعني ممكن نفسرها يا فندم؟ هو الحقيقة ان احنا واحنا بنكافح الارهاب بنكافح ارهاب عالمي، وارهاب مصر بدرجة كبيرة على ان هو يزعزع الامن والاستقرار في البلد، ولازم ناخد الامر من منظور دولي وعالمي عشان نقدر نتخيل حجم المؤامرات التي تحاك لمصر. لما تيجي تشوفي حادثه زي دي لازم برضو نبقى نقول ان احنا تمكنا من خلال المعلومات ومن خلال جهاز الامن الوطني من افشال مخططات كثيره جدا كانت ستحدث انفجارات وحوادث شديده جدا على مستوى البلد. ولكن الحقيقة أن وقوع هذا الحادث الجلل يثير زي ما حضرتك قلتي تساؤلات، ولازم نقول أن الشخصيات الهامة في الدولة، بنتكلم بقى كلام موضوعي عشان إن شاء الله لا تتكرر مثل هذه الأحداث، كل الشخصيات الهامة لازم تتحدد كويس قوي، ولازم يبقى لها مقر إقامة بمواصفات معينة، بحيث لما الشخصية الهامة بتنزل من مكانها يبقى لها أكتر من طريق إنها تتحرك فيه. ممكن طريق يمين، طريق شمال، طريق ناحيادي، طريق ناحيادي، بحيث يبقى فيه تغيير في المواعيد وفي الخطوط. الواقعة بتاعة السيد المستشار رحمة الله عليه كان في طريق إجباري لازم بيمشي فيه لفترة معينة
يعني ملوش اي منفذ، وبالتالي بعدها ممكن يتحرك في اتجاهات اخرى. ومن هنا استغل الارهابيين هذا المكان ووضعوا هذه المتفجرات. حتى نتجنب هذا الوضع مرة اخرى يبقى لازم نتكلم على احتياجات وزارة الداخلية. ليه؟ انا ما اقدرش ان انا امشي في الصف ان انا اوجه قصور الى لو وزارة الداخلية ولا اي جهة ولا قوات مسلحة في هذا او هذه المكافحة الرهيبة والجهد غير المسبوق في مكافحة الارهاب في مصر. وعشان نشوف حجم اللي اتحقق لازم حضرتك ترجعي معايا بالشاشة كده ل 28 يناير وحجم الدمار والاختراق الامني والاقسام ومراكز الشرطه التي تم اقتحامها واختراق السجون ما كانش موجود شرطه، ما كانش فيه موجود شرطه، واتحرق 4500 عربيه والسجون كلها اتفتحت وكل المساجين ذوي الخطوره الشديده هربوا. كل الكلام ده اتلم بنسبه كبيره، ولكن لسه في نسبه موجوده ده من ناحيه، والارهاب ما زال مصر سواء داخلي او تنظيم دولي للاخوان او لوبي صهيوني او دول متحالفه مع هذا الارهاب ما زالت مصممه على ان تسقط مصر. ده حجم اللي موجود. وبالتالي نتذكر جميعا قول السيد الرئيس لما قال اننا نحارب الارهاب عن العالم كله، وان مصر مستهدفة وهتظل مستهدفة، واحنا متوقعين هذه الحوادث حتى نقلل الى اكبر درجة ممكنة، لان مفيش بلد في العالم تقدر انها تعقم بلدها من الارهاب. انما عشان نحد الى درجة كبيرة لازم نتكلم على ايه بقى؟ ضرورة دعم وزارة الداخلية وبأسرع قدر ممكن وفي اقل فترة زمنية ممكنة. ليه؟ عايزين اجهزة، وعايزين كلاب امن بوليسيه، وعايزين اجهزه استطلاع، وعايزين كاميرات مراقبه، وعايزين اجهزه انذار، وعايزين بوابات. الكلام ده كله لما اجي اترجمه زائد المصفحات بقى وزائد الصدار الواقيه وزائد وزائد وزائد، انا بقول لحضرتك من دلوقتي عايزه مليارات الجنيهات. ليه؟ عشان نقدر نقول ان بالاجهزه دي وبالمعدات دي نقدر ان احنا نطور ونفعل الاداء الامني بما يؤدي الى ايه؟ تقليل هذه الحوادث الى اكبر قدر ممكن. على التوازي لازم يمشي حاجه تانية. جهاز المعلومات في مصر، جميع الاجهزه المعلوماتيه سواء تبع لوزاره الداخليه او تبع لوزاره الدفاع تفعل الاداء بشكل رهيب جدا في هذه الفتره عشان نقدر ان احنا نكتشف هذه الخلايا التي تعمل في الظلام ومن تحت الارض، وبالتالي نقدر ان احنا نقبض عليهم ونتفاعل معاهم ونتعامل معاهم بالطريق القانوني اللي هنتكلم فيه كمان شويه. ده هيقلل برضو الى حد كبير. لازم نمشي على كذا محور كده. المحاور اللي حضرتك قلتها لي دي دكتور احمد يعني نسبه تطبيقها على ارض الواقع، يعني اسمح لي احنا طالبنا كتير ان يتم دعم وزاره الداخليه بالعديد من الاشياء اللي حضرتك يمكن ذكرتها، وطالبنا اكثر من مره بفكره تامين الشخصيات يعني هل ده صعب تطبيقه على ارض الواقع ولا من السهوله بمكان انه يحصل؟ من السهوله بمكان اذا توفرت الامكانيات الماديه واللوجستيه. احنا عندنا في وزاره الداخليه كوادر بشريه على اعلى مستوى من الضباط ومن الافراد، ومتعلمين كويس جدا ومدربين كويس جدا. حتى لو في فجوه تكنولوجيه بتحصل مع مرور الزمن على اساس في تكنولوجيا جديده في الاعمال الارهابيه، بناخد ولادنا دول كلهم بنعمل لهم فرق تدريبيه عشان يقدروا ان هم يتعاملوا مع كل هذه المستجدات والمتغيرات. انما الشرط في ايه والنقص في ايه؟ في الدعم اللوجستي. انا عارف انا بقول ايه. الاقتصاد بتاعنا لسه ما قامش. في تحرك اقتصادي هيلقي عليه الضوء الاخ العزيز الدكتور فخري، انما لسه مش قادرين نوفر الاموال اللازمه اللي تدينا ان احنا نقدر نشتغل بفاعليه اكتر. وعشان كده حضرتك تلاحظي رغم كل هذه الجهود التي تبذل من الشرطه والقوات المسلحه، انما في ثمن بيدفع. كل يوم حضرتك بتلاقي شهداء من ولادنا من القوات المسلحه ومن الشرطه ومن المواطنين الشرفاء. انا بترجم الشهداء دول بالعدد ده لغايه دلوقتي نتيجه نقص الامكانيات. عشان كده انا كنت يمكن في حديث سابق في الميديا من كام يوم كنت بقول ان السيد الوزير مجدي عبد الغفار بيشتغل بطريقه علميه ووطنيه رائعه، وعمل لجنه عليا في وزاره الداخليه عمل فيها انبثق منها 4 لجان.
اللجنه الاولانيه عاملها عشان اعاده تنظيم وزاره الداخليه. اللجنه الثانيه عملها عشان تنميه الموارد البشريه في التعليم والتدريب زي ما قلت لحضرتك. اللجنه الثالثه عملها عشان الرقابه الذاتيه من الوزاره على نفسها عشان ما يبقاش في تجاوزات. واللجنه الرابعه عملها على اساس يبقى في حمايه لحقوق الانسان والتواصل مع الشعب وتحسين الصوره الذهنيه مع الشعب. وانا اضفت وقلت انتماء لهذه الوزاره والوطن الحبيب اقترحت وجود وزاره لجنتين كمان، لجنه لسرعه تحديد الاحتياجات اللي حضرتك بقى بتتكلمي عليها عشان تترجم الى مبالغ وتترجم الى مأموريات سريعه جدا لاحضار هذه المعدات المطلوبه. واللجنه الثانيه اللي انا اقترحتها ان لابد من اعاده القوانين التي تنظم عمل وزاره الداخليه. بمعنى انا دلوقتي عندي 3 محاور لازم اشتغل عليهم في اللجنه دي. لازم احمي كرامه المواطن وحقوق الانسان والحقوق والحريات، ولازم اراعي الامن القومي للبلاد عشان ما نسمعش الاجندات الخارجيه برضو اللي هنلقي عليها الضوء كمان شويه. والحاجه الثالثه اللي كانت مفتقده الحقيقه في قوانين الشرطه، كيف يحمي رجل الشرطه نفسه في ظل هذه المتغيرات بقى الجسيمه والخطيره التي تودي بحياته. احنا مش عايزينه يبقى مرتعش، عايزين يبقى عنده السند القانوني انه يقدر يتعامل مع هذه الايه المواقف الخطيره. طيب خليني يعني سياده اللواء هشام عايزه اسال حضرتك في حاجه مهمه جدا يمكن اشار ليها دكتور احمد ايضا، خاصه بفكره ان الارهاب في العالم اجمع. يمكن احنا يوم الجمعه اللي فاتت كنا شاهدنا في مجموعه كبيره من التفجيرات في دول كثيره سواء كانت دول خليجيه او حتى دول اوروبيه. فخليني اقول هو احنا لو حابين نقول هل شكل الارهاب في العالم كله واحد ولا هو بيختلف من منطقه لمنطقه؟ حضرتك لمست نقطة مهمة قوي، يعني خلينا برضو نتكلم ببيانات ووثائق. في تقرير بتعده الخارجية الأمريكية كل سنة عن شكل الإرهاب في العالم مقارنة بالسنة اللي قبلها. فالتقرير ده بتاع سنة 2015 اللي بيتكلم عن سنة 2014 بيقارنها العمليات الإرهابية وشكل الإرهاب في العالم كله. هو كاتب بالتفصيل وفي صورة عامة مقارنة بالسنة اللي قبلها 2013. خلينا ناخد بعض النقط كده السريعة. قال إن عدد الهجمات اللي حصلت في العالم كله سنة 2014 13463 بزيادة 35% عن السنة اللي قبلها. يعني عدد الهجمات الإرهابية اللي في العالم كله زاد 35% عن السنة اللي قبلها. قال إن عدد القتلى وصل 32700 بزيادة 81% عن السنة اللي قبلها. يعني عدد العمليات زاد 35%، عدد القتلى زاد 81%. عدد عمليات الخطف والاحتجاز للرهائن 9400 زاد 300% عن السنة اللي قبلها في العالم كله. لو دخلنا على الإقليم وده طبقا للتقرير، قال إن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا اللي جايين من السوريين سواء من المنطقة أو من خارج المنطقة من أوروبا أو من أي مكان تاني في نهاية 2014 في ديسمبر كان 16,000. وهم بيعدوا التقرير بتاع 2016 اللي في بداياته بيرصد بداية الشهور يناير وفبراير في 2015. صدم لأنه لقى في أول شهور 2015 العدد زاد من 16,000 ل 22,000 أجنبي جاي من بره سوريا بيقاتل في سوريا. إذا ده بيدينا رؤية إن العالم كله كعمليات إرهابية عدد قتلى وعدد عمليات خطف وكده بتحرك بصورة رهيبة جدا. التقرير ده مخيف بالظبط. طيب هو بيتكلم على العالم كله، نخش من العالم كله على منطقة الشرق الأوسط. تمام. هنلاقي منطقة الشرق الأوسط بالكامل بتتعرض لعملية إعادة تقسيم. وإعادة التقسيم الأداة الرئيسية بتاعتها ما بنقولش جماعة إرهابية، بنقول جماعة إرهابية لا تستطيع الدول السيطرة عليها، أو حتى بيسموها اللي أقول الإكسبريشن ميليتانت نون ستيت أكتور، جماعات إرهابية لا تستطيع الدول السيطرة عليها. لو بصينا كده على الإقليم كله وخدنا المعيار ده، الجماعة الإرهابية التي لا تستطيع الدولة السيطرة عليها. هو أنا ممكن أقاطع حضرتك في سؤال اللي هو طب أنا لما أجي أقول ابحث عن الإرهاب ادور على ايه؟ يعني ربما احنا في مصر هنا بنتحدث ان جماعه الاخوان هي جماعه ارهابيه وبتقوم بتنفيذ عمليات. في العراق نقول داعش في العراق، في اليمن بنقول الحوثيين في اليمن. ما دي النقطه اللي انا كنت هقول عليها اللي في الاقليم. تمام. امسك الاقليم. انا قلت العالم،
وبعدين نزلت على الاقليم، وبعدين نزلت على مصر، لان الارتباط ما بين الثلاثه واضح. اكيد. لان انا اقول الاقليم الاول، لو بصينا للاقليم هاخد الدول العربيه. الدول العربيه اللي في قاره اسيا، نمسك من فوق كده هتلاقي العراق وهتلاقي سوريا. هتلاقي العراق فيها داعش وفيها كتائب الامام علي وفيها كذا حاجه. هتلاقي سوريا فيها الجيش السوري الحر وجبهه النصره والمعارضه المعتدله والمعارضه الغير معتدله. هتخش على لبنان هتلاقي حزب الله. هتخش على فلسطين هتلاقي حماس. هتخش تحت على الجنوب هتلاقي الحوثيين والقاعده. اذا الدول العربيه اللي في قاره اسيا شمالها وجنوبها في حزام اهو. نخش على الدول العربية اللي موجودة في افريقيا اللي على الساحل كده، هتلاقي ليبيا، وجوه ليبيا داعش علاوة على الجماعات الأخرى. وزرع هذه الجماعات جوه ليبيا هو زرع لهذه الجماعات في شمال أفريقيا، يأثر مباشرة على 4 دول: ليبيا بالتأكيد، مصر، تونس، الجزائر. إذن هذا هو شكل الإرهاب اللي في الإقليم، وقلنا قبل كده شكل الإرهاب اللي في العالم. أنا كمصر لما بتحرك والإرهاب في العالم كله والإقليم كله متنامي بصورة رهيبة. والإرهاب له ارتباط ببعضه في الإقليم. على سبيل المثال في دول في جماعات إرهابية بتساند وتبايع داعش. صح. والإرهاب له سمات بقى غير الإرهاب اللي كنا بنشوفه في التسعينات. أولا هو له دعم خارجي وداخلي، مادي وغير مادي، وسلاح. صح. أدي مثال واحد عشان ما بقاش كلام نظري. في بعض التقديرات وعلى وجه التحديد كان تقديرات أمريكية لبزنس انسايدر بتقول ان دخل داعش اليومي 3 مليون دولار من عمليات بيع البترول وخطف الرهائن والاستيلاء على بنوك وهكذا. الفلوس دي تساوي سلاح، والمبايعة والانتقال ما بين الجماعات دي جوه الإقليم سهل جدا انتقال المال والسلاح. وبالتالي أنا بشتغل في عمليات إرهابية موجودة جوه مصر لها علاقة بجماعات إرهابية موجودة في الإقليم. النقطة الثانية من سمات الإرهاب اللي موجود دلوقتي أنه يرغب في التوسع. يرغب في التوسع وعابر للحدود. يعني ما اقدرش افصل اذا كان بوكو حرام اللي في نيجيريا بيبايع داعش بالظبط كده، داعش اللي في ليبيا بقى موجود وهكذا. الدول لاعبين اقليميين على وجه التحديد ايران وتركيا لهم علاقه بالعمليات اللي موجوده. وبالتالي انا كمصر لما انا بيحصل عندي عمليات ارهابيه انا وبحاول يعني اسيطر عليها، وفي سيطرة إيجابية، في صحيح عملية بتفلت الحاجة، لكن أنا عايز أبص للموضوع في خلال 6 شهور. يعني هي حرب، والحرب فيها عمليات بتنجح وعمليات بتفشل. فأنا من الخطأ إن أنا أحط إيدي على عملية والله وإنها مؤلمة جدا وبتؤلمنا جميعا، لكن ما أقدرش أقدر الحرب على الإرهاب بتقديري لعملية بعينها. أنا أبص في فترة 6 شهور وأبص للإقليم وأبص للعالم، لأن برضو مع يعني كل الاحترام خليني أقول يعني أوضح للمشاهد أو يعني أبسط المعلومة. يمكن حضرتك تقصد أن الخطر أكبر بكثير من فكرة أن هناك عملية تفجير حدثت في مصر. يعني ربما الخطر هو أكبر ويزيد على ذلك. يمكن بالضبط آخر يمكن جملة ممكن أقولها، إذا كنا احنا بنقوم بدورنا يعني بنقاتل ونجابه الإرهاب، طب العالم عمل ايه؟ ما هو دور الامم المتحده اللي هي المهمه الاساسيه للامم المتحده؟ حفظ الامن والسلم في العالم. يا امم متحده انت عرفت الارهاب تعريف، بس انا ما بقولش عمل استراتيجيه، التعريف. يا امم متحده انت قلت هتعمل ايه كقانون تدين، مش هقول تدين الارهاب، الدول التي تأوي الارهابيين. يعني ما في ارهابي بيعمل عمليه ويروح دوله اقليميه تحتضنه ويفضل فيها ويفضل يصدر فتاوي وهكذا. انت كأمم متحدة انت عملت إدانة او قانون يدين هذه الدول؟ ما هو هيفضلوا يأووا الارهابيين. فاذا انا كمصر بتحرك في مجابهة الارهاب منفردا. صح. في الاقليم وفي العالم، وفي مجابهة دول كبرى. وهينكوب يعني اذا كان الدول اوروبا وامريكا ما بتتحركش ولا حتى من خلال الامم المتحده، فهم بينكوا بالارهاب عاجلا او اجلا. التقديرات بتقول ان في من 3000 ل 4000 مقاتل اجنبي من اوروبا ضمن داعش. طيب خليني بس اخرج لفاصل، وبعد الفاصل خلينا نشوف بقى
النظرة الاقتصادية في مصر الآن بعد ما يحدث من أعمال إرهابية، وخاصة أن احنا عندنا أمل كبير جدا يوم 6/8 كلنا بننتظره بجد، هو حلم للمصريين. بعد الفاصل. العالمية للاستثمار العقاري تقدم بأرقى مواقع بالشروق فيلات ووحدات سكنية. العالمية للاستثمار العقاري لدينا جميع المساحات من 95 متر إلى 350 متر. العالمية للاستثمار العقاري أقل مقدم، استلام فوري، أطول فترة سداد. الحجز والاستعلام 16925 أو زوروا موقعنا على الإنترنت. هذا البرنامج برعاية راية للدعاية والإعلان. عودة لحضراتكم مرة أخرى وللحديث عن الاقتصاد والسياسة. عملان وجهان لعملة واحدة بيتأثروا دايما، لكن خلينا يا دكتور فخري أقول إن احنا بجد بننتظر حدث جلل يوم 6/8، وكلنا متوقعين إن يعني احنا ربما يعني المسألة جت بدري شوية، احنا كلنا كنا متوقعين زي أي حدث كبير بيبقى حاصل في مصر، انتخابات رئاسة، استفتاء على الدستور، أي حاجة بتحصل بيبقى فيه عمليات إرهابية لكي تعرقل هذه المسيرة. بس خلينا نتكلم دلوقتي في الاقتصاد، لأن مصر الآن بتبحث عن اقتصاد قوي وبتسعى لجلب مستثمرين علشان يبقى في قوة اقتصادية، فالدول الخارجية تراعي مصالحها الاقتصادية داخل مصر. في ضوء ما يحدث، عايزة بقى رؤية اقتصادية من حضرتك للوضع الآن في مصر. خليني أخذ الكلمة من سيادة اللواء الدكتور أحمد جاد، وكمان بستفيد من البيانات اللي قالها الدكتور هشام. الحقيقة التقرير مخيف. إنه ملخصه بأنه الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية، ومصر ما هياش استثناء للقاعدة، فإحنا أصبنا بهذه الآفة، وده بيأكد أن في مخطط، هذا المخطط ما زال يعني قائم بإضعاف هذه المنطقة، خاصة مصر بالذات، وتقسيم المنطقة. ده طبعا من يقوم بهذه المهمة وكلاء اللي هي تركيا، والممول قطر في هذه الحالة، لأنه الغرب يعني الصداع من الإسلام السياسي يعني منذ أحداث 11 سبتمبر مرورا بتورط في أفغانستان والعراق، يبقى في هذه الحالة أنه عاوز يتقدم وفي نفس الوقت يطمئن على إسرائيل في المنطقة، يبقى لابد من إضعاف هذه المنطقة خاصة مصر. وبالتالي في هذه الحالة المخطط ما زال قائم، والإرهاب اللي احنا بنعاني منه وآخره لسه امبارح سيادة النائب العام حقيقة قام وقيمة، يمكن كمان عشان ان هو يعني تم يعني الحادث تم في كثافة سكانية في القاهرة في شهر رمضان طبعا وهو صائم، وبالتالي في هذه الحالة كان تأثيره علينا كبير بالفعل. احنا طبعا مش هننسى شهدائنا كلهم، لكن احنا في هذه الحالة بنقول انه الاقتصاد بيلعب دور مهم جدا. يمكن سيادة اللي هو الدكتور احمد جاد اشار الى انه الامن يحتاج الى ميزانية ضخمة تتعدى يعني عدة مليارات سنويا في هذه الحالة، حتى انه الامن يستطيع، وبنأكد على هذه المهمة انه لابد ان هذا الصداع اللي احنا فيه ده هيستمر الفترة، ولذلك لازم ايد اللي هي الايد بتاعتنا اللي هم اولادنا واخواتنا في الجيش المصري والامن المصري في هذه الحالة، دول هم الستر والغطاء بتاعنا. ولذلك لابد ان احنا ننفق انفاق كبير جدا على يعني هذه الحائط الصد بالنسبة لنا. وبالتالي في هذا الاقتصاد لازم يكون قوي، يبقى اذا ايد لازم يعني تكافح احنا في الوضع الاقتصادي والوضع الثاني والايد الثانيه تبني. طب الاقتصاد بقى في هذه الحاله، لا في الوضع الاقتصادي الان هل يسمح باللي قاله دكتور احمد في فكره ان يكون هناك دعم اكبر من لامكانيات وزاره الداخليه؟ احنا ولا طبعا عاوز اقول انه الاقتصاد، انا كرجل يعني ادعي ان انا بفهم في الاقتصاد ولدي خبره في الاقتصاد، متابعتي للتقارير مش من مصر، من المؤسسات الماليه الدوليه، سواء كان بيوت الخبرة الدولية اللي بقى لها 75 سنة اللي هو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني. لما بص لآخر تقرير
صدر من صندوق النقد الدولي بأنه الوضع الاقتصادي في مصر خلال العام الماضي اللي هو عام 2014 15 اللي هو العام المالي اللي هو انتهى النهارده بأنه معدل النمو الاقتصادي بتاعنا هيبقى ضعف معدلات النمو الاقتصادي السنوية في السنوات الثلاثة اللي فاتت. دي حاجة. الحاجة الثانية انه البطالة بدأت تدي اتجاهات نحو الانخفاض لأول مرة، بدل ما كانت 13.7 النهارده بنتكلم على 12.6. يعني في خلق فرص عمل نتيجة المشاريع الكبيرة ومن ضمنها مشروع القناة الجديدة اللي أضافت إلى يعني فرص العمل في هذه الحالة. لما نبص أيضا على فيما يحدث في عجز الموازنة، السنة اللي فاتت كان عجز الموازنة 12.8. السنة دي متوقعين يكون في حدود 10.8 بالرغم من انحرافها عن المسار اللي هو كان المفروض تبقى 10%، لكن هتبقى 10.8. إذا انخفضنا 2% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. ده أشادت بيها كل المؤسسات الدولية، وده أدى إلى أن وكالات التصنيف الائتماني رفعت وحسنت التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال الفترة اللي هو العام المالي الماضي. احنا طبعا دلوقتي فيما يتعلق كمان الاحتياطي لدى البنك المركزي. الاحتياطي لدى البنك المركزي مع الحزم المالية والودائع الخليجية لمصر طبعا ما كانتش هتيجي الا اذا كان في امل انه مصر تبقى افضل في هذه الحالة، وان مصر سند لهذه المنطقة ككل في يعني ضد المخطط المرسوم لهذه المنطقة، وبالتالي وصل الى تقريبا ما يقرب من 20 مليار. يعني بيغطينا كام شهر واردات؟ 4.5 شهر واردات بدل ما كان بيغطينا 3 أشهر واردات. فده بيطمن أكتر في هذه الحالة. فيما يتعلق بقى سعر الصرف، فسعر الصرف الجنيه المصري يعني مع الضوابط اللي وضعها البنك المركزي مؤقتة لحين انه الاستثمارات بعد قناة السويس تبدأ ايرادات قناة السويس تزيد، بالاضافة ان السياحة مع استقرار الوضع الامني مع حدث طبعا كان له اثر فوري وآني، يعني استشهاد النائب العام بالامس كان له اثر طبعا بالتاكيد. احدث خسائر في البورصه المصريه في سوقين، السوق اللي احنا المرايات بتاعتنا بنقولها السوق الاوراق الماليه انخفضت ب1.6، طبعا ده اثر فوري وآني في نفس اللحظه. عشان كده طبعا الحكومه اخذت قرار بانه تغلق البورصه لمده يومين اللي هو النهارده وبكره، حتى ان هي تقدر تستجمع قوها مرة تانية. فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي انخفض سعر الصرف في السوق السوداء أو السوق الموازية ب3 قروش مرة واحدة. ليه؟ لأنه هذه الأجازات أدت إلى أنه البنوك واخدة أجازة لمدة يومين. فده أثر فوري، لكن أنا يهمني الأثر يعني ما يحدث على المدى المنظور، يعني خلال السنة اللي جاية. فأنا عندي توقعاتي بالنسبة لمشروع الموازنة صحيح محتاج لكثير من العجز، لازم ينخفض أكتر. يعني المشروع الموازنة للسنة اللي جاية بيخطط لأنه العجز يكون في حدود 10% تقريبا، 9.9% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. المفروض إحنا السنة دي انخفضنا على السنة اللي فاتت ب2%، يبقى الموازنة بتاعت السنة اللي جاية تنخفض برضه بنفس المعدل، وده في إيدينا ممكن بالفعل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق بالدعم وايضا الايرادات. ودي اعتقد لو يعني رجعتها وزاره الماليه، لكن خلاص يعني لقد سبق السيف العزل، لانه السنه الماليه هتبدا بكره. هم ممكن يبداوا بكره بالموازنه القديمه، يعني يمشوا على منوال الموازنه القديمه. لكن في هذه الحاله ممكن العجز ينخفض، ممكن في الحساب الختامي السنه اللي جايه وينخفض بتدابير إضافية في هذه الحالة. الحاجة اللي هي ممكن تخلينا بنتكلم شوية بنحتاج ان الحكومة تاخد بالها منها اللي هو الغلاء، ارتفاع الأسعار. ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني نبه أكثر من مرة الحكومة تخلي بالها من ارتفاعات معدلات التضخم، لأنه ده بيأثر على المواطن البسيط في هذه الحالة. تمام. طيب عودة مرة أخرى يا دكتور أحمد، وخليني عايزة أسأل حضرتك سؤال هام جدا يمكن ربما أشار ليه سيادة اللواء هشام. فكرة إن إحنا عندنا دلوقتي إحنا بنواجه إرهاب، ربما أنا سألت وقلت هو أنا لما أجي أدور على الإرهاب يعني كمواطن بسيط أسأل أقول هو أصله فين؟ يعني أمسك طرف الخيط كده وأوصل علشان أوصل لأصله. ربما لأن الخريطة متشعبة يعني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إحنا المنطقة كلها.
فلو حابه امسك طرف الخيط واقول ان احنا عندنا اجهزه امنيه بقادره على استيعاب الموقف بشكل كامل. احنا الحمد لله عندنا اجهزه امنيه على اعلى مستوى قادره فعلا على استيعاب هذا الموقف من الارهاب، وعارفين حجمه كويس جدا، وعارفين تمويله كويس جدا، وعارفين نطاقه كويس جدا. وانا لقطت السؤال بتاع حضرتك ده، ويمكن قلنا من شويه هنعمل عليه نوع من الايه القاء الضوء. اما اجي ادور على الارهاب هدور في العالم كله. اما اجي ادور على الارهاب لازم اربطه بالصهيونيه وامريكا وتركيا وقطر والتنظيم الدولي للاخوان والمافيا العالميه. خلي بالك من الكلمه دي، والمافيا العالميه. ايه المافيا العالميه؟ المافيا العالميه بتدير الدول دلوقتي، ودي منظمات الليجل كلها غير قانونيه، وبتشتغل في ما المافيا دي اللي هي المافيا بتاع اللي احنا عارفينها بمفهومها العادي، ولا ليها مفهوم بقى تطور دلوقتي؟ المفهوم المتطور بقى بقت منظمات عالميه بتشتغل في نوعيات معينه من الجرائم، اهمها على الاطلاق تجاره السلاح، المخدرات، الدعاره، التجاره في البشر، غسل الاموال وما الى ذلك من هذه الجرائم الجسيمه. واصبحت ترانس ناشونال، عابره للقارات وعابره للدول. بتعمل ايه؟ هدفها ايه؟ هدفها للاسف الشديد هو جمع الاموال واستنزاف موارد كل الدول التي يمكن النفاذ اليها. هي دي المافيا العالميه اللي بتتحكم في العالم، واللي بتترجم الى جرائم بقى زي ما قلت لحضرتك في كل المجالات دي. تعالي بقى نترجم الكلام ده على مستوى العالم. هقول لك تأثير الكلام ده على أمريكا إيه؟ على فرنسا إيه؟ على لندن إيه؟ على مصر إيه؟ 4 نماذج سريعة كده. هل تعلمي أن منظمة السلاح الأمريكية هي التي تتحكم في الانتخابات الأمريكية؟ انتخابات الرئاسة وانتخابات الكونجرس، وهي اللي بتصرف على الدعاية الانتخابية، وهي المتحكمة في القرار الأمريكي، وهي اللي محدش يقدر يخالف كلامها. الكلام اللي بقوله ده أنا مسؤول عنه. أدي واحد. هل تعلمي حضرتك أن الولايات المتحدة الأمريكية خضوعا لهذه المنظمة أكثر دولة مستخدمة للسلاح على المستوى الشخصي؟ هقول لك أرقام مرعبة. أنا عندي في مستوى التأمين الشخصي لما بتيجي تاخدي رخصة سلاح أو تستخدمي سلاح شخصي بتاخدي طبنجة أو بندقية عشان التأمين الشخصي. كويس؟ عندي حوالي 800 مليون قطعة سلاح على مستوى العالم. العالم ده كام دولة؟ 213 دولة. أمريكا لوحديها فيها من ال 800 مليون دول 270 مليون قطعة سلاح مع المواطنين. عشان كده هقول لك بقى الأرقام المرعبة. 30 مواطن يوميا بيتقتل بينهم وبين بعض بهذه الأسلحة يوميا في أمريكا. 53 مواطن أمريكي بينتحر من خلال هذه الأسلحة الشخصية. في 153 ألف موزع سلاح في الولايات المتحدة الأمريكية. في 130 ألف متجر لبيع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية. في 1100 مواطن أمريكي يقتل سنويا بمعرفة الشرطة ضد المواطنين، وبالمناسبة معظمهم في قضايا ريشال ديسكريمينيشن أو التفرقة العنصرية من ايد شرطه على مواطنين. خدت بال حضرتك؟ وللعلم الولايات المتحده الامريكيه حتى اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي رافضه ان تصدق على اتفاقيه منع التمييز العنصري. واتفاقيه تانية هقولها. ادي الموقف في امريكا. خدت بال حضرتك؟ طيب اما تلاقي اوباما في بدايه الفتره الاولى وهو بيتكلم بيقول انا همنع وهحد من هذه الاسلحه عشان حمايه المواطن الامريكي، وحتى اليوم لم يأخذ قرار واحد لهذا الأمر، بل بالعكس اللي متابع من أسبوعين وقع قرارات في عدد من الولايات ومنها تكساس بزيادة هذه الأسلحة. لازم تسألي نفسك سؤال، إزاي رئيس أمريكا مش قادر ينفذ هذا الوعد؟ المافيا اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي هو عارف الثمن، إنه ممكن حتى ما يكملش المدة بتاعته نتيجة إن هو بيضيق على تجارة السلاح. اللي أنا عايز أقوله أن أمريكا تجارتها الاقتصادية، وهيعيدني الدكتور فخري، قائمة على صناعة السلاح. يعني ايه صناعة السلاح؟ يعني لازم السلاح ده يتباع.
ايوه بس احنا كان عندنا معلومه بتقول ان ربما يعني امريكا بيتم تصنيع السلاح لتصديره لدول اخرى، لكن فكره انها تتضر يعني اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده جزء من اللي موجود. انا جاي لك على الباقي اهو. طب اسمح لي ان انا بس هخرج لفاصل وارجع نستكمل النقطه دي لانها نقطه هامه جدا. بعد الفاصل انتظرونا. العالمية للاستثمار العقاري تقدم بأرقى مواقع بالشروق فيلات ووحدات سكنية. العالمية للاستثمار العقاري لدينا جميع المساحات من 95 متر إلى 350 متر. العالمية للاستثمار العقاري أقل مقدم، استلام فوري، أطول فترة سداد. الحجز والاستعلام 16925 أو زوروا موقعنا على الإنترنت. هذا البرنامج برعاية راية للدعاية والإعلان. عودة لحضراتكم مرة أخرى. قبل الفاصل الإعلاني كنا بنتحدث عن فكرة أن يعني أمريكا نفسها قائمة على فكرة تصنيع السلاح، وربما الأرقام اللي قالها دكتور أحمد الحقيقة يعني أضافت للتقرير اللي قاله سيادة اللواء أرقام رهيبة. يعني لأول مرة بسمع أن يعني إحنا كنا نقول إيه المخابرات الأمريكية هي اللي بتسعى المخابرات الفكرة ان احنا بنتوسع الان، لا ده المخابرات ايضا الامريكيه بقت يعني طرف ليس ضلع اساسي في الموضوع. هكمل لحضرتك عشان برضو المشاهد الكريم يعرف السلاح في امريكا من اكتر الدول اللي بتنتج اسلحه، وبالتالي في استراتيجيه. المخازن بتاعت الاسلحه دي ما تبقاش مليانه ابدا، لازم تبقى فاضيه اول باول. طب هيوزعوها لمين؟ عندك دول العالم بقى نشتغل عليها. كويس؟ تمام. خلي بالك الولايات المتحدة الأمريكية تسببت في أكثر من 75 انقلاب وعلى الأنظمة السياسية في العالم. صح. كويس؟ أدي واحدة. نمرة 2 عندها استراتيجيات عسكرية، ومعالي اللي هو عارف إنها تبقى لها تواجد في المنطقة، وخصوصا في عالم القطب الواحد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1990. نمرة 3 المافيا بتاعت السلاح بتقول خش أي منطقة من المناطق، خش بكفر. إيه الكفر؟ الربيع العربي، الشرق الاوسط الجديد، الشرق الاوسط الكبير، الفوضى الخلاقه، فتنه طائفيه، حاجات مذهبيه، الصراع الديني، واستغل اي نقط ضعف في اي دوله وخش بهذا الكفر. ليه؟ عشان نوجد خلافات داخل هذه الدوله او داخل هذه المنطقه، والخلافات دي تتصاعد، ولما تتصاعد يبتدي ينطلب السلاح، فالسلاح يطلع من المخازن الامريكيه وحلفائها عشان الناس هنا تقعد تموت بعضيها. وبعدين الثمن هيكون ايه؟ لما تيجي على الارض بقى زي ما بيقولوا، مش هيجوا بقى يعملوا الديمقراطيه المزعومه اللي عملوها في العراق ودمروا بيها العراق، لا ده هيجي لك بشركاته كلها ياخد البترول وياخد الغاز وياخد الموارد الطبيعيه، وده اللي بيحصل. احنا بننبه الناس ان هي دي. حضرتك بتقولي بقى ايه؟ الارهاب ادور عليه فين؟ لا ده احنا ندور عليه برؤيه عالميه، وناخد بالنا كويس جدا جدا ان احنا لازم نتخذ كل الاجراءات الوطنيه دون الالتفات الى اي اجندات اجنبيه، لانها موجوده وهتفضل موجوده. يبقى انا لازم ان انا اقوي نفسي من جوه، اراهن على الشعب المصري، اعمل القوانين بتاعتي على اعلى مستوى، اعمل العداله الناجزه بتاعتي باسرع ما يمكن، دون ان انا اخالف لا الشرعيه الدوليه ولا الشرعيه الدستوريه ولا الشرعيه القانونيه، عشان نبقى احنا ماشيين زي ما قال السيد الرئيس النهارده كده، احنا بنخاف من ربنا بس، مش هنعمل حساب لاي حد تاني. انا لا يهمني التصريحات اللي طلعت، انا يعني رايي الشخصي مش هعمل حساب لا تصريح وزاره الخارجيه الامريكيه اللي طلع علينا من 4-5 ايام، ولا من بان كي مون. طب بان كي مون انا معلش عايز اقول عليه حاجه. بان كي مون طلع تصريح غريب جدا بعد احكام الاعدامات. قال ان احنا بنطالب جمهوريه مصر العربيه بالانضمام الى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه. البروتوكول الثاني ده اتعمل سنه 89، ملحق بالعهد الدولي. احنا اطراف في العهد الدولي كمصر، ولكن رفضنا التصديق على هذا البروتوكول لانه خاص بحاجه واحده بس، وهي الغاء عقوبه الاعدام. وده يتعارض مع الشريعه العليا بتاعتنا كدوله اسلاميه، واحنا دوله اسلاميه ضمن 58 دوله اسلاميه في العالم. لا يمكن ان نلغي عقوبه الاعدام. وبنوجه رساله برضو لاوباما والولايات المتحده،
بص عندك في الولايات بتاعتك هتلاقي في بعض الولايات بتنفذ حكم الاعدام. بتنفذ حكم الاعدام. صح. بص الناحيه الثانيه هتلاقي دول غير اسلاميه بتنفذ حكم الاعدام. بان كي مون طالب مننا كدوله اسلاميه ان احنا نصدق على هذا العهد، احنا بنرد لا يجوز. ادي واحد. شرعيه دينيه 2. ماده 2 الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور. 4 عندنا الماده 237 من الدستور بتقول ايه؟ ان الدوله ملتزمه بمكافحه الارهاب، ولما ناس تتقتل دون ذنب يبقى الجزاء يكون من نفس العمل. انا بسال سؤال لبان كي مون، سؤال مباشر، لو اهل بيته اتفجروا في حادث ارهابي هيطلب هذا الطلب؟ هيقبل بعد كده ان اللي عمل هذا الحادث يتحكم عليه بسنه او ب5 او ب10 او ب20 حتى؟ المنطق يقول ايه؟ الشرعيه العليا تقول ايه؟ قواعد العداله تقول ايه؟ قواعد الاخلاق تكون ايه؟ اللي بتستقى منها الشرعيه الدوليه واي شرعيه وطنيه في اي دوله. فانا بقول ان مفيش داعي ان احنا نلتفت لكل هذه الاجنده. لو سمحتي لي، انجلترا وفرنسا بسرعه كده، لما قامت الاضطرابات في انجلترا وفي لندن ايه اللي حصل؟ ديفيد كاميرون عمل ايه؟ خلص القصه كلها في ايام. صح. وعمل دوائر قضائيه ليل نهار 24 ساعه وتم القبض عليهم وصدور احكام بالسجن، وطلع في الاتحاد الاوروبي في ستراسبورج يتكلم، وطلع في مجلس العموم قدام الحزب المعارض يتكلم، بيقول ايه؟ ان حقوق الانسان وقانون حقوق الانسان الانجليزي بحالته الراهنه لم يعد كافيا. صح. لحمايه الامن القومي للبلاد، وطلب من حزب العمال ورفعوا له القبعه رغم انه حزب معارض. والمواطن، لا غير العباره القديمه دي، المواطن الانجليزي لم يسجل له اي اعتراض على هذه المقوله، وحاليا بيقوم بايه؟ بتعديل قانون حقوق الانسان. فرنسا في شارل ابدو عملت ايه؟ في 5 ايام قتل من قتل. صح. وقبض على من قبض عليه. على فكره يعني القانون لا يجوز قتل المشتبه فيهم. هو ده الامن القومي. هو ده الامن القومي. وعايز اقول لحضرتك، لما اجي اتكلم على مكافحه الارهاب في مصر لازم يبقى المواطن المصري عارف انني اتفق مع الشرعيه الدوليه. الشرعيه الدوليه بتقول ايه بايجاز شديد؟ العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه اللي يطلع على الماده 4 فيه، انا راجل بتاع حقوق الانسان وعارف كل كلمه بقولها ايه. الماده 4 من الحقوق من هذا العهد اللي انا طرف فيه على مستوى المجتمع الدولي بتقول لكل الدول ايه، مش لمصر. اذا قامت حاله ضروره في اي دوله من الدول الاطراف لها ان تتحلل مؤقتا من بعض القواعد والضوابط والشروط اللي موجوده في هذا العهد وتتخذ ما تراه مناسبا لاعاده الامن القومي للبلاد. يبقى انا لما اجي اتكلم على ضروره بكره الصبح يبقى عندي قانون اجرائي لمكافحه الارهاب، سرعه تعديل قانون الاجراءات الجنائيه، سرعه تفعيل قانون العقوبات المصري، تفعيل القضاء العسكري، كل هذه الادوات التي تقضي على هذا الارهاب هتشيلق. انا متفق مع الشرعيه الدوليه، وكفانا بقى ان حد يبقى وصي وكل واحد يروح يبص جوه بلده يشوف فيها ايه. واحنا مش علينا اوصياء، لا ده احنا اهم ناس واكتر ناس عايزين نحترم بعض وعايزين نوفر الحقوق والحريات لبعض وعايزين نقضي على هذا الارهاب. احنا مش مستنيين حد يجي يعلمنا ازاي نحترم حقوق الانسان. ربما كان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده يمكن يعني اشارات لهذه النقاط اللي حضرتك تحدثت عنها، بس خليني اسال حضرتك سياده اللواء هشام، برضو من الاشياء اللي ظهرت على الساحه واللي الناس بدات تسمعها بشده في الفتره السابقه وتحدث عنها الرئيس ايضا، فكره حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس. لو حبينا نقولها يعني للساده المشاهدين ايه الجديد؟ يعني احنا الحرب دايما لما كنا نسمعها حرب مدافع ورشاشات وطائرات، حروب اختلفت الان. ايه المفروض ان المواطن يعرفه؟ ببساطة شديدة كده لو قلنا في حروب الجيل الرابع، طب ايه الاول وايه الثاني وايه الثالث؟ حروب الجيل الاول كانت بتعتمد، ظهرت سنة 1648 تقريبا، وكانت بتعتمد على ان جيوش تخص دول بتحارب بعضها، بيعتمدوا على الخنادق. السلاح كان البندقية البسيطة بتاعت زمان اللي كنا حتى بنشوفها في الافلام. مع تطور التكنولوجي والميكنة اللي حصلت اصبح عيار البندقية كبر، أداة النيران إنتاجها زاد، وده اللي خلى تظهر حروب الجيل الثاني. ابتدت كم النيران أعلى. حروب الجيل الثالث
نتيجه للتطور التكنولوجي اصبح ان انا ممكن احارب وراء الخطوط، مش لازم احارب على وجه التحديد على خط الجبهه، ده انا ممكن اصل وراء خطوط العدو وادمر ما وراء الخطوط فتنعزل الجبهه بالتبعيه وتسقط. الثلاث انواع دول من الحروب القاسم المشترك اللي بينهم ان جيش بيحارب جيش او جيش بتحارب جيوش وتخص دول. صح. حروب الجيل الرابع الامر مختلف، بتعتمد على استراتيجيه الهدم من الداخل. يعني مش هلاقي جيوش داخله بتخترق الحدود وداخلالي زي ما حصل في 73 او الحرب العالميه الثانيه او الحروب دي. الهدم من الداخل بيعتمد على تحليل المجتمع بصوره عاليه جدا، واحد ادواته الرئيسيه الارهاب او انشاء قاعده ارهابيه جوه الدوله المستهدفه. وده اللي بنشوفه في المنطقه كلها. وبالتالي هذه القاعدة الإرهابية تحت مسميات دينية خاطئة أو عرقية أو تاريخية هو ده، ولها دعم إقليمي ودعم دولي. وبالتالي ده شكل حروب الجيل الرابع. الفكرة الأساسية فكرة الهدم من الداخل للوصول إلى الدولة لأن تكون دولة فاشلة. الدولة الفاشلة لها صفات كتيرة جدا، أهمها أنها نمرة واحد لا تستطيع السيطرة على الحدود زي ليبيا كده، اللي داخل داخل واللي خارج خارج. لا تستطيع أن تدير إدارة شؤونها وفيها عدم استقرار عالي لجميع مؤسساتها في الداخل. وده اللي بيحاول يوصل مصر ليه، وإن شاء الله هيفشل. الخطورة ليه؟ هو ليه عايز يفشل مصر على وجه التحديد؟ النموذج المصري في نموذج بتاع خريطة المستقبل، قطعنا فيه خطوتين وفاضل الثالثة. النموذج الاقتصادي نموذج متنامي، وده زي ما تفضل معالي الدكتور. إذن النموذج المصري لو نجح يمكن أن يتم محاكاته من دول الإقليم. يعني أي دولة جوه الإقليم بعد ما هتفشل وبعد سنة 2 3 10 عايزة تطبق نموذج هتحاكي النموذج المصري. والنموذج المصري تم محاكاته من قبل في ثورة 52. ده تيبيكال خدوه وتم محاكاته بالظبط في 25 يناير. حتى الشعارات اللي كانت جوه الثوره بتتقال في اليمن الشعب يريد اسقاط النظام. صح. يعني خدوا الموضوع تيبيكال. وبالتالي النموذج المصري في التحول الديمقراطي وقوته انه كانت عمل غلط في مصر وصححناه. يعني انتخبنا رئيس وقعدناه وعملنا دستور وعدناه. يعني عدنا النموذج التحول الديمقراطي فهو نموذج قوي ومصحح. والنموذج الاقتصادي ماشي بخطوات واضحه وصحيحه. صحيح بيبطئ شويه بيسرع شويه، بس ما فيش دوله بتحارب الارهاب وفي نفس الوقت بتبني مصاعب ما شفناش في العالم. لكن كنا نعمل الاثنين مع بعض نموذج يمكن محاكاته، وبتبني قناه السويس وتعمل بعض المشاريع زي شبكه الطرق القوميه وهكذا. فهذا النموذج المصري الهدف الاساسي ان يتم افشاله، لأن ممكن أن يتم محاكاته. إحنا بنحاول في محاولات جادة جدا وإيجابية لمحاربة الإرهاب. وعشان برضو أرجع للنقطة الأولانية، أنا لما أقيم الحرب على الإرهاب أقيمها بفترة. طب أنا عشان برضو أعتمد على تقارير رسمية، وأنا دايما بحب أعتمد على وثائق رسمية، هعتمد على وثائق القوات المسلحة اللي بتقول إن في الفترة من 25 أكتوبر 2014 ل 30 ابريل 2015، يعني حوالي 6 شهور. الارهابيين اللي اتقتلوا 725. اللي اتقبض عليهم بصوره قانونيه 1873. اتدمرت 591 عربيه بدون لوح معدنيه في سيناء. 1447 دراجه بخاريه بدون لوحات. ما هو اللي بدون لوحات ده، ما هو انا لو مواطن شريف ومحترم همشي بعربيه بدون لوحات ليه؟ ولا دراجه بخاريه بدون لوحات في منطقه فيها عمليات وهكذا. اتدمر 1823 مقر للجماعات الارهابيه ما بين مقرات بقى كده متطرفه او في اماكن نائيه. نيجي بقى لاخر بند، المواد المتفجره اللي اتضبطت. اتظبط 35 شكاره سي 4. ايه السي 4؟ احنا طول عمرنا بنسمع عن الماده المتفجره اللي هي التي ان تي. السي 4 ماده متفجره تدي 10 اضعاف القيمه الانفجاريه للتي ان تي. يعني لو عندي كيلو جرام سي 4 لو اتفجر يدي 10 كاني عندي 10 كيلو جرام تي ان تي. وده اللي بيبين الانفجار الرهيب اللي بيحصل. وتلاقي حاجات ايه اللي يتاثر الدور السابع والثامن والعاشر، وتلاقي فيه مدرعه بتطير وهكذا. دي اسلحه جيوش. وبالتالي ده اللي بيبين التدخل الخارجي. 1.5 اتظبط 1.5 طن نشادر وامونيوم في سيناء. كل هذه المواد المتفجره كان مخطط انها تخش جوه البلد. صح.
واخد بال حضرتك؟ وده موجود على الموقع الرسمي للقوات المسلحه، ممكن حد حتى ياخد التقرير بالتفصيل. فدايما انا بحب اقول يعني احنا ننظر للعمليه ومكافحه الارهاب في خلال 6 شهور. صح. احنا قد لا نرضى طبعا وبكل الاسى، ونقدم كل التعازي لاسره الشهيد العظيم المستشار هشام ومصر كلها، لكن نقيم العمليه كلها في سياقها ومدى الجهود اللي مطلوبه وان شاء الله تزيد، ومدى هذه المكافحه ضمن اقليم شكله ايه وعالم بيتحرك ازاي. تمام. طيب دكتور فخري، اكيد يعني الامل هو الاقتصاد، امل مصر الان هو ان يكون لديها اقتصاد قوي، والعباره البسيطه اللي كنا دايما نرددها ونسمعها، من يملك قوته او قوت يومه لقمه العيش يملك قراره. هستأذن حضرتك بعد الفاصل تقول لي بالتحديد احنا خطواتنا، يمكن حضرتك عرضتها في البدايه، الانجازات او التقدم الملحوظ اللي حدث في الاقتصاد، بس خلينا نقول احنا في استقبال او على وشك ان احنا يبقى عندنا مشروع قومي كبير. انعكاسات هذا المشروع على الوضع الاقتصادي والسياسي في المنطقه. بعد الفاصل انتظرونا. العالمية للاستثمار العقاري تقدم بأرقى مواقع بالشروق فيلات ووحدات سكنية. العالمية للاستثمار العقاري لدينا جميع المساحات من 95 متر إلى 350 متر. العالمية للاستثمار العقاري أقل مقدم، استلام فوري، أطول فترة سداد. الحجز والاستعلام 16925 أو زوروا موقعنا على الإنترنت. هذا البرنامج برعاية راية للدعاية والإعلان. عودة لحضراتكم مرة أخرى، وزي ما قلت إن احنا أملنا كبير في إن احنا نقضي على الإرهاب بوجود اقتصاد قوي في مصر. دكتور فخري، يمكن أنا كان سؤالي إن احنا عندنا نقطة انطلاقة وهي مشروع قناة السويس الجديدة، وحضرتك قلت لي كمان إن احنا عندنا مشاريع أخرى هيتم أيضا تطبيقها. لو تمت محاور التنمية دي مصر وضعها هيختلف. بص يا فاتن، المفروض ان احنا يعني اهم مشكله بنعاني منها هي التكدس الديموغرافي، يعني السكاني. تخيل ان 7 و8 من 90 مليون مواطن، دلوقتي احنا داخلين على 94 مليون عايشين في مساحه 7.8 من مساحه مصر. ده اخر احصائيه بتاع الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، 7.8. يعني نقول 8% من مساحه مصر، يعني 92% من مساحة مصر غير مأهولة بالسكان. يعني عاوزين نعيد اكتشاف مصر مرة تانية. يبقى إذن التكدس اللي احنا فيه ده هو أساس المشاكل اللي احنا بنعاني منها اقتصاديا واجتماعيا وكل شيء. يبقى إذن الحل في هذه الحالة، المشروع القومي بتاعنا هو الخروج من الوادي الضيق إلى الوادي الفسيح، اللي هو في 3 حاجات، اللي هو المشروع القومي بتاعنا. إن احنا القناة الجديدة اللي هنفتتحها إن شاء الله يوم 6/8 بمشاهد، وده انجاز. انا رحت في رحله تبع كليه الاقتصاد ورحت وابحرنا في هذه القناه الجديده، ده معجزه بكل المقاييس حقيقه. بعد ما هذه القناه تفتتح هيبقى في 6 أنفاق. مش معقول هنعمر سينا، محور قناه السويس وسينا كمان بنفق واحد اللي هو نفق الشهيد احمد حمدي، صح، وكوبري السلام وبعض المعديات. لكن النهارده لما يكون عندي خلال السنتين اللي جايين، لان ال 64 مليار اللي احنا مولنا بيها قناه السويس الجديده او المشروع، في نصه هيروح للقناه، حفر القناه اللي هتنتهي ان شاء الله كمان اقل من 2 او 1.5 شهر، والنص الثاني عشان ال6 أنفاق اللي فيها 6 أنفاق. يبقى عندي 6 أنفاق، ونفق الشهيد احمد حمدي يبقى 7 أنفاق، وكوبري السلام وبعض المعديات الاخرى. ده يسمح بتدفق ملايين الافراد جيئة وذهابا، والشاحنات والاخر. هتعمري سينا بنفق واحد. اذا النهارده بعد ما ننتهي من هذا المشروع هنعمر محور قناه السويس من اول بورسعيد مرورا بالاسماعيليه وانتهاء طرق وكباري ضخمه، زائد الانفاق اللي هي ندخل سينا في هذه الحاله. رايحين جايين، احنا عاوزين نعمر 4.5 مليون مواطن في قلب سينا. اذا ده هيخف الضغط على منطقه اللي هي الدلتا بالصعيد في هذه الحاله. الحاجه الثانيه عندي الساحل الشمالي الغربي،
الحاجه الثالثه اللي هو المثلث الذهبي اللي هو عباره سفاجه والقصير وإنا، ده اللي هو الصعيد بتاعنا، وبالتالي ده ياخد حظه من التنميه. اذا قدرنا نخرج في الثلاث اتجاهات دول يبقى احنا كده خرجنا، قدرنا نحقق. يبقى انا عاوز ال 94 مليون ولا ال 100 مليون بعد كام سنه دول يخرجوا، الزيادات دي تخرج في الايه؟ في الوادي الفسيح. بمعنى اخر ان انا بدل ما انا عايش على 8% من مساحه مصر، ودي اخر احصائيه، عاوزين نبقى في حدود 20% على مدار 30 40 سنه اللي جايين، مش وحش. اذا على مدار 50 سنه نبقى مصر مأهوله، نقدر نقول 25 30% من مساحة، ونكتشف مصر مره ثانيه في هذا، وده يخف الضغط على الدلتا اللي احنا عايشين فيها والمشاكل اللي احنا بنعاني اقتصاديا واجتماعيا في هذه الحاله. ولذلك بقول انه دايما بنقول بدايه الغيث قطره، بمعنى اخر انه ان شاء الله لما تفتتح قناه السويس الجديده يبقى في هذه الحاله الايراد اللي بيخش لنا من قناه السويس اللي هو 5 ل 5.5 مليار دولار سنويا، طمعانين بمشيئة الله حسب دراسات الجدوى، وده هيتحقق ان شاء الله باذن الله خلال ال5 إلى 8 سنوات قادمه بالتدرج كده، يوصل ايراد قناه السويس 13.5 مليار دولار. طبعا ده ايراد كويس جدا بالنسبه لمصر. مش كده وبس، في خلال ال5 ل 8 سنين في هذه الحاله هنعمر هذه المنطقه، المحور ده كله يتعمر ما بين صناعات تجميعيه، صناعات تحويليه، مناطق ومراكز لوجستيه، اصلاح سفن، مناطق سياحيه، تنميه عمرانيه. عندي الاسماعيليه الجديده، عندي شرق التفريعه ببورسعيد، شرق بورسعيد، عندي شمال غرب خليج السويس بالعين السخنه، كل والمواني ال5 دي كلها اللي هو شرق بورسعيد وغرب بورسعيد ومينا الاسماعيليه ومينا السويس وعندي العريش، ادي 5 مواني. ده سنغافوره نفسها مينا واحد. صح. فانا يهمني فيها، بس هنحتاج مئات المليارات من الدولارات، وعشان كده اتعمل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. انا النهارده اللي بيتكلموا عن يعني فرض حاله الطوارئ، انا مش مع فرض حاله الطوارئ، معناها بمسح باستيكه اللي انا عملته المؤتمر. صح. انا طلعت بحاجتين من المؤتمر، حطيت مصر مره ثانيه على خريطه الاستثمار العالمي اللي كانت خلال ال4 سنين اللي فاتت ناسيا منسيه، يعني كنا اتنسينا على خريطه الاستثمار، فحطيناها مره ثانيه. مصرنا العزيزه بدات تنور على خريطه الاستثمار العالمي للشركات عابره القارات. بدات تقول ده مصر ظهرت مره ثانيه، طب نروح ونشوف مصر فيها ايه. الحاجه الثانيه فيما يتعلق بالشق الثاني الايجابي من المؤتمر، ان احنا تعاقدنا في تعاقدات تنفيذيه شغاله فعلا، الاستثمارات شغاله فعلا، وفي كثير من ما نسميها مذكرات التفاهم، ميمو اوف اندرستاندينج، هم بيجهزوا فلوسهم عشان يدخلوا مصر. النهارده لما اعمل بقى فرض حاله الطوارئ، سيبنا من حظر التجول، يعني مجرد بس حاله الطوارئ، معناها بندي اشاره سلبيه. مش انا ماليش دعوه بالحكومات، انا ليا دعوه بالسايح اللي هيجيني، انا عاوز اعافي السياح، والمستثمر اللي جاي لي ماليش دعوه بحكومته. اصل المستثمر مالوش جنسيه، الاستثمار مالوش جنسيه. صح. يعني الصين اللي قوم الصين خلال 30 سنه هو شركات عابره القارات، من امريكا ومن اليابان ومن كوريا ومن فرنسا ومن المانيا، هي اللي عمرت الصين. صح. حد يقول ان الصين اللي بيحكمها الحزب الشيوعي الصيني على المستوى السياسي، لكن في المجال الاقتصادي اقتصاد حر. ولذلك النهارده الصين، انا في تصوري اذا هذه الشركات العملاقه او عابره القارات الامريكيه واليابانيه والكوريه اذا خرجت او يعني بدات تفكر في مناطق اخرى غير الصين، او شكلت الصين خطر على الولايات المتحده، ممكن في هذه الحاله تبدا تنسحب تدريجيا، وبالتالي تؤثر على. النهارده الصين بتنمو بكام؟ بدل ما كانت بتنمو ب 13 و12%، السنه اللي فاتت النمو في الصين 6.8%، يعني تقريبا النص في هذه الحاله. اذا النهارده احنا بندور على الاستدامه. انا لو قدرت ان انا يعني مناخ الاستثمار بتاعي واحسن سهوله مزاوله نشاط الاعمال، وده جهد هنحتاجه ضخم جدا. ولذلك انا محتاج من حكومه المهندس ابراهيم محلب خلال ال6 شهور لحد ما يبقى عندنا برلمان بمشيئه الله، يجمع الخبراء الاقتصاديين والمجموعه الاقتصاديه اللي في الوزاره او في الحكومه، ان يعمل لنا برنامج وطني شامل متدرج طويل الاجل مقبول اجتماعيا
وذو مصداقيه، يعني متراجع من المؤسسات الدوليه. مش مهم عندي اخد قرض من صندوق النقد الدولي، انا عاوز يجي يحط يديني الشهاده في هذه الحاله. اذا قدرنا ان احنا نعمل هذا البرنامج الوطني عشان اسلمه للحكومه اللي جايه بعد البرلمان، بحيث ان هي دي النوته الموسيقيه. يعني المايسترو هيجي لي رئيس وزراء بعد البرلمان، منبثق من البرلمان. احنا بنتمنى ان ده يحصل مش في الاقتصاد بس، لا احنا بنتمنى ان ده يحصل في كل حاجه علشان وده يريح رئيس الموضوع. يعني احنا صح، يعني رئيس السيسي عايز طبعا. المهندس ابراهيم محلب على المستوى الشخصي انا هذا الرجل يعني احييه، لانه ميداني بيعمل ليل مش مكتبي. صح. ودي المرحله، لكن المرحله اللي جايه وضعها مختلف شويه. احنا عاوزين بقى مايسترو مع النوته بتاعته، النوته اللي هي عباره عن ايه؟ برنامج للاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، مع انشاء شبكه للحمايه الاجتماعيه عشان نقرب المسافه ما بين الاغنياء والفقراء في مصر. أنا يعني كمواطن عادي جدا كنت جاية وربما أحمل من الغضب والحزن والأسى على يعني طبعا يعني الحادث الإرهابي واللي استشهد في خلال المستشار هشام بركات النائب العام، ولكن ربما لما قعدت مع الضيوف الكرام حسيت إن الخطر أكبر بكثير، وإن المقاومة أكبر بكثير، ومش فكرة إن إحنا هنعول أن هناك قصور أمني في بعض الأحيان، هناك قصور في أداء في بعض الأحيان، لكن علشان نستوعب حجم الخطر ونقول ان احنا في خطر اكبر بكثير مما يحدث حتى من اعمال ارهابيه داخل مصر، ربما الرؤيه اصبحت اكثر وضوحا لما اتكلمنا بشكل عام. بالتالي انا كده قدرت اوصل الرساله، بس خليني لو في اضافه اخد بقى من حضراتكم علشان وقتنا. كلمات اخيره دكتور احمد، لو حضرتك حابب يعني تضيف حاجه عن اللي انا قلته. انا بس ليا مداخله في الكلام المحترم اللي قاله معالي الدكتور فخري، اما قال ان احنا 87 مليون وعايشين على 7.8 من المساحه. انا كنت في المانيا قريب، عدد السكان هناك حوالي 82-84 مليون. وانا كنت في العاصمه برلين اللي هي زي القاهره هنا اللي فيها 20 مليون، فعرفت ان عدد سكان العاصمه من 3-4 مليون. هو ده اللي بيقصده معالي الدكتور. العاصمه بكل شنتها ورنتها فيها 3-4 مليون، وبقيه الالمان قاعدين متوزعين في كلها. وده اللي ايه المين تارجت او اللي يعني الفاينل اكت بتاعنا اللي عايزين نوصل له، او الهدف النهائي اللي عايزين نوصل له. المداخله الثانيه الحقيقه لما بنتكلم على المشروع بقى العملاق وسيادته ادى الملامح الرئيسيه بتاعته، انا بوجه رساله لشعب مصر وبقول له لازم نحلم، ولو بطلنا نحلم هنموت. ونحلم زي ألمانيا اللي عانت الأمرين بعد الحرب العالمية الثانية ومات منها أكتر من 5.5 مليون جندي وضابط ومواطن، وقامت تاني. نحلم زي اليابان اللي ضربت بالقنابل الذرية من الولايات المتحدة الأمريكية عشان ما ننساش، وعندها الزلازل موجودة على طول، وعندها الأعاصير والزلازل كوارث طبيعية بتدمرها وبتقوم تاني، وبقت ثالث أكبر اقتصاد في العالم. عندنا أمثلة هي على مستوى الدول، وعندنا تجارب ناجحة نقدر ان احنا ناخد منها مع مراعاة العوامل الإيكولوجية الخاصة بينا عشان نقدر ان احنا تبقى مقبولة زي ما قال الدكتور فخري. فيما يتعلق بتعليق الأخير على أنه ليس مع إعلان حالة الطوارئ، أوافق حضرتك ولكن بضوابط، ان انا يكون عندي المقدرة القانونية والقضائية على إقرار الأمن والاستقرار في مصر. هو سيادته بينظر لها من ناحية اقتصادية أنها قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الحضور، وده كلام والسياح وكل حاجة، وده كلام محترم جدا وفعلا هيؤثر علينا بالسلب، ولكن احنا مش هنعمل كده. هنفعل القوانين القائمة وهيطلع القانون اللي هو عدالة ناجزة، ونعمل العدالة الناجزة. إذا سمحتي لي في يعني لو في دقيقة أو اتنين بعض المقترحات السريعة في إطار حالة الغضب التي تعترم الصدور في الشعب المصري واللي كلنا مستشعرينها. اقتراحات سريعة جدا مجرد عناوين. احنا عايزين نعمل مراجعات ل3 حاجات حصلوا أيام الإخوان. تراخيص السلاح اللي خدوها الإخوان وشديد الخطورة من الإخوان وبقى معاهم أسلحة مرخصة. قرارات العفو اللي طلعت أيام الإخوان لازم كلها تتراجع. الجنسية المصرية اللي خدها بعض العناصر من خارج مصر لازم تتعمل. نمرة 4 الخونة اللي هم عايزين يوقعوا مصر وللأسف ما زال معهم الجنسية المصرية، يتم دراسة إسقاط هذه الجنسية لأنهم لا يستحقوا شرف هذه الجنسية. لما الاقي واحد قاعد في لبنان
وبيتكلم امبارح وبيقول ان دي حركات مخابراتيه احنا عارفينها، فبيوجدوا المبرر عشان هيطبقوا قوانين وفي احكام هتطلع. ده لا يستحق ان يكون انسان مصري. نمره 2، لما الاقي واحد صناعه امريكيه وهو عارف نفسه كويس قوي يردد بالحرف، والله بالحرف، ما يردده اوباما بتاريخ 28/2/2015 في واشنطن اما كان عامل المؤتمر واحنا عاملينه في نيويورك عشان ولادنا اللي اتذبحوا في ليبيا، وعمل على نفس التوقيت مؤتمر تاني في واشنطن عشان يقول انا اللي مالك القصه والشغل من خلالي. طلع يقول لنا هذا البني ادم الصناعه الامريكيه اللي عايزين يدوا له نوبل الامريكيه، طلع يقول نفس الكلام ان الدول الناميه بقمعها واعتقالاتها وشبابها وسوء المعامله والتعذيب هي التي تصنع الارهاب. كيف يكون هذا؟ ومن هنا انا بقول برضو بعد المراجعات دي لازم يبقى في قانون لحمايه المبلغين والشهود، لازم سرعه استحداث دوائر قضائيه داخل السجون، وده لا يتنافى لا مع الشرعيه الدوليه ولا الدستوريه. لازم نعدل قانون الطفل في الماده 111 تحديدا باضافه بند برقم 5 بامكانيه اعدام الحدث الذي يرتكب نوعيه خطيره من الجرائم زي بنتنا زينه بتاعت بورسعيد وغيره. ولا بد من ان احنا اطفال الشوارع لازم يبقى في مشروع سريع لاستقطابهم في مدن في الظهير في القاهره. كلمه سريعه سياده اللواء سريعا. حاضر. يعني انا اللي عايز اقوله باختصار شديد، احنا في حرب على الارهاب، ولما بيحصل عمليه فيها بعض الاخفاقات وبكل الاسى نبص للفتره كلها. النقطه الاخيره والمهمه ان المواطن يجب ان يكون له عين امنيه، صح، لان الارهابيين جزء منهم عايش بينا. وعشان برضو نتكلم بصوره عمليه، مش هتقدر الشرطه تخش ورا كل مواطن وتشوف ايه اللي بيحصل، فانا لازم يبقى لي عين امنيه وانا رايح شغلي وانا بتحرك، وفي اي حاجه ابلغ فورا. المواطنين ظهير قوي للجيش والشرطه، وبالتالي هذا الظهير لازم يبقى متماسك وعنده القدره على استخلاص بعض المعلومات التي قد يراها حتى لو مش مظبوطه. على فكره بيعلموا الولاد الصغيرين الكلام ده في امريكا، يبلغ فورا. فبالتالي ده يعني هيساعد كتير ان شاء الله، وباذن الله يعني مصر محفوظه ومنصوره ان شاء الله يا رب. دكتور فخري في كلمه سريعه، وهي انه مصر ما زالت بخير بالرغم مما تعانيه من جماعات العنف والارهاب. مصر بتلتزم بالوفاء بالتزاماتها الخارجيه في مواعيدها. نبص للمقارنه بقى، اليونان النهارده في مفترق طرق، صح. اما انها تعلن افلاسها او تدفع 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، والا تعلن افلاسها. بالرغم ان احنا بنعانيه الا ان مصر تفي بالتزاماتها في موعدها مظبوط. الحمد لله دفعت السنه اللي فاتت في السنه الماليه اللي تنتهي النهارده دفع 6.5 مليار دولار خلال هذه العام التزامات الخير في مواعيدها بالتوقيت في هذه. فمصر ما زالت بخير الحمد لله. مصر ما زالت بخير، ومصر ما زالت صامدة أمام ما يحدث وما يحاك لها من مؤامرات ومخططات لإسقاط الدولة المصرية. اسمحوا لي أشكر ضيوفي الكرام، لواء دكتور أحمد جاد مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة السابق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. دكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد ومساعد مدير تنفيذي سابق لصندوق النقد الدولي، شكرا جزيلا، شرفتوني. مشاهدينا الاعزاء، في النهايه عرضنا لحضراتكم الصوره على المستوى العالمي ومستوى مصر. بنامل ان شاء الله ان ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يكون نقطه انطلاقه جديده نحو القضاء على الارهاب. مستمرين، هنفضل يعني في تحدي، هنفضل في بناء، هنفضل في تعمير لمصر، وفي النهايه اللهم احفظ مصر.